الحقوني، انا لسه طالع من فخ اللي راس السنه. مساء الزفت عليكم، اهلا بيكم في اللي محدش بيقوله. يا جدعان، راس السنه دي مش يوم، ده ماتش مصارعه عالمي على السوشيال ميديا. يوم 31 بالليل بتلاقي الحرب النفسيه بدات، كل واحد بيحاول يثبت انه قضى ليله ما حصلتش، يا اما سيلفي في مكان مش عارف اسمه ايه، يا اما صوره عائليه شكلها كداب كانهم لسه طالعين من اعلان كومباوند مثلا ولا حاجه. بحس انك لو قعدت في البيت هيشاوروا عليك ويقولوا اللي قاعد في البيت اهو، لازم امضي حضور في كل كريسماس. وليفل الوحش بقى ان حد يبعت لك رساله يقول لك فيها هابي كريسماس، وانت هنا مضطر ترد عليه، مضطر ترد عليه، مضطر ترد عليه. حضر نفسك، جيب الآلة الكب بتاعتك وتقعد بقى ساعتها تختار جمل تكون حلوة بتضحك. أفكرك، اوعى تعتمد على شات جي بي تي وتنفع ال 18 شخص اللي عندك. وبعد ده كله ادي ده انا اهي كتبت رسالة عادي. الساعة 11:59 دقيقة تبتدي تقول السنة دي أنا هتغير، أنا لازم أبقى أحسن، السنة دي مش هتبقى زي أي سنة. أنت مش عارف تظبط نومك أصلا. والساعة 12 بالدقيقة صواريخ وصريخ وشوية أحضان أنت مالكش دعوة بيها، أنت عادي بتاخد بطيخ. الساعة 12 ودقيقة فجأة تكتشف إن الفيلم خلص، وإنك لسه أنت، ولسه مطلوب منك تنام بدري عشان الشغل، ولسه ما بدأتش دايت. تقوم جري تبص في المراية، هي فين النسخة المطورة؟ أنا ليه شايف نفس الشخص دلوقتي؟ تفتكر التغيير ده محتاج إنترنت أقوى؟ ولا عيد فيلم هوم ألون تاني؟ إحنا عايشين في صراع الحقيقة والبروباجندا الأمريكية، ودول اللي بيخلوك تتخيل إن حياتك لازم تبقى زي فيلم هوم ألون بالظبط. تلج، دفايات، كوباية هوت شوكليت، واتنين حرامية يخشوا يقلبوك. بس الواقع بقى سهرة في بيت أي حد من قرايبنا، نشرب كوكاكولا من إزازة، خناقة مين هيدفع التاكسي بعد السهرة الحلوة دي، وتصوت تنده لقريبك يفتح لك هوت سبوت عشان النت خلص. هي دي راس السنة. فكك من جو الأفلام ده نهائي. اللي محدش بيقوله بقى، راس السنة دي عاملة زي امتحان الإنجليزي، تفضل تذاكر فيه طول السنة وفي الآخر تلاقيه جاي يقول لك اكتب لي عن محمد صلاح. ما تنسوش تشاركونا وتقولوا لنا إيه أقرب مكان قضيتوا فيه راس السنة، واللي هيفكر يدخل يقول لي هابي كريسماس هعمل له بلوك احتفال. وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وهنستناكم الحلقة الجاية في اللي محدش بيقول. سلام.